انا الحمد لله نزلت الجيم بقالي 6 شهور الحمد لله. ومواظب عليه جدا ومواظب على الدايت وابتدى يطلع لي عضلات بطن كده يعني عارف حاجات فساتيس صغيره كده يعني فاهم يعني ها نقعد نحزق كده عشان اتصور وابعتها لصاحبتي وبتاع بس يعني لسه. يعني الصور لا ترتقي ان انا ممكن اوريها للناس يعني لعامة الناس عشان لسه يعني لسه في رهرطه. يعني طبعا عملت فورمه كويسه ورايح الجيم بقى وبتمرن تمرينه في تمرينه كده بنبقى عاملين زي الوزه واحنا بنعملها. محرجه شويه بس هو لازم عشان ما تتصابش يعني لازم تعمل زي الوزه كده. فلقيت في لانش معدي من ورايا لانش بجد يعني في يعني بنتمرن الصبح في الدنيا ضلمت ورايا. ايه يا ابو كباتن عمهم. انا شايف بصراحه ان اول يوم في الجيم بيبقى صعب دايما كده زي ما حضرتك عامل. بس انا شايف ان انت لو واظبت اكتر من كده ان شاء الله ممكن تعمل فورمه اكتر من كده. ايه ده دمبل 30 دقيقه لغايه ما تمسك. ده بلعته ازاي ده مش ممكن. اول يوم حضرتك انا بقالي 6 شهور بلحس بلاط الجيم. حضرتك بقالي 6 شهور. يعني انا اشم الدمبل اعرف هو كام كيلو. انت بتتكلم في ايه؟ وبعدين هقول لحضرتك على نصيحة أحلى بقى بكتير 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 كده بقى امشي بقى امشي كده بقى امشي. حضرتك ممكن تركز في القرية السياحية اللي حضرتك بتبنيها هنا دي يعني لأن أنا شايف حضرتك هنا في قرية سياحية وبعدين في ضفادع بشرية دي ولا إيه؟ لا ده يعني في ناس بتعوم لابسين مايوهات سودا هنا. فأقعد أشعر صدر حضرتك ميرسي. هو إزاي طالع من الهاي كول أصلا؟ أنا آسف يعني معلش. أنا كل اللي محتاجه أنا محتاج فورمة هادية بس عشان فورمة هادية مريحة خالص كده وصاحبتي مبسوطة وأنا مبسوط. وابوها اكيد هيتبسط لما يخش يلاقي واحد مفروض عليه كده. انا مش محتاج اكون شحات مبروك عشان اصلا مش رايح اخد مستر اولمبيا. انا حضرتك انا مش هعرف اتخانق مع حضرتك للاسف. محتاج مثلا سنه سنتين اتمرن وارجع. لان انت حضرتك ممكن تدخلني في اي شاليه في القريه السياحيه دي مش هعرف اعمل اي حاجه انا. فهاجي لحضرتك ان شاء الله كمان سنتين اديك علقه بنت كلب يعني.